السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واطعم في الجو الساقع ده. بصراحة في منتهى الجمال، ريحة وطعم ولون فعلا حكاية. هتحضريه بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش هياخد معاك وقت خالص في التحضير، واحسن واضمن واوفر من قرص المخبز بكتير. ما شاء الله تحفة. يلا بقى بينا نشوف هنعمل القرص القمر بتاعتنا دي ازاي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الأول كده ايه هنجهز الخميرة بتاعتنا. أنا معايا كوباية، حطيت فيها كوباية إلا ربع من اللبن الحليب أو مية دافية. هحط كده ايه حوالي قطعة كده من الخميرة البيرة اللي جايباها من المخبز، يعني قد حوالي كده ايه حباية عين الجمل، مع معلقه سكر، وهنقلبهم مع بعض ونسيبهم كده على جنب عبال ما نعمل المقادير. معايا حوالي كيلو من الدقيق او الطحين متعدد الاغراض. هحط عليه حوالي معلقه سكر وذره ملح وكيسين من الفانيليا. هقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهضيف سمسم، معلقتين كده سمسم. طبعا السمسم بتاعنا متنقي ومتحمص. هنقلبه كده مع الدقيق. معايا كده ايه حوالي كوبايه ونص من السمنه على الزيت. طبعا السمنة انا مسيحاها كده بسيط. ممكن تضيفي كوباية ونص من السمنة بس من غير زيت، ممكن برضو تضيفي كوباية ونص من الزيت او الزبدة، طبعا حسب ما انت عايزة. هنقلبهم كده مع بعض. كده خلاص الخميرة اختمرت معانا. انا مدوبة الخميرة في لبن دافي او مية دافية. معايا كده كوباية من لبن الزبادي. بصراحة ده هيخلي معانا القرص طرية وطعمها فعلا تحفة. هنقلب كده المكونات دي كلها مع بعض. هنلم كده على طول، احنا مش هنعجن، هنلم المكونات دي كلها مع بعض كده. وهضيف كده ايه معايا لبن حليب طبعا دافي. وهضيف عليهم ايه حوالي كوبايه من الميه الدافيه. طبعا هتضيفي نص كوبايه الميه الاول، وبعد كده هتضيفي النص التاني بالتدريج، لان طبعا هيختلف من دقيق لدقيق لحد ما العجينه تلم معاكي. وهنبدا نلمها بالشكل ده لحد ما تبقى معانا عجينه طريه وناعمه. كده خلاص العجينة جهزت معانا. هنبدأ كده نختبرها كده، ناخد حتة ونكورها على ايدينا. ما شاء الله ناعمة وفي منتهى الجمال. هنغطيها بقى بكيس بلاستيك عشان ما تنشفش مننا، وهنبدأ نشكلها على طول. معايا صاج بتاع الفرن او صينية، ودي العجوة اللي انا عملتها معاكم على القناة. هاخد كده حتة عجينة وهجوفها كده ايه بسيط عشان ايه احشي بيها العجوة. وهبدأ كده الم عليها لحد ما تبقى معانا الكرة، وبعدين ابططها كده على ايدي كده ايه بسيط. هبدأ بقى كده ايه اعمل لها كده فتحتين كده كشكل بس مش اكتر. حابة تسيبيها سادة فطبعا ايه حسب ما انت عايزة. هعمل كمان معاكم بالشكل ده، وهحشي كده بالعجوة، وهبدأ اقفل عليها، وهبططها كده على ايدي بسيط بالشكل ده، واعمل لها كده ايه فتحات، فتحات بسيطة. هعمل برضو زي ما عملت كده في الاول بنفس الشكل. هعمل بقى باقي الكمية كلها بالشكل ده. طبعا انا هعمل العجينة نصها عجوة ونصها سادة بالشكل ده. كده خلاص انا خلصت الكمية كلها. هغطيه وهسيبه لحد ما يخمر، طبعا عشان الجو ساقعة، فهيقعد معاك حوالي ما بين ساعتين لثلاث ساعات. هغطيه ولما يخمر هنشوفه مع بعض. كده خلاص خمر معانا وقعد معانا حوالي 3 ساعات. هدخله الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي تحت. اول ما يدي معانا لون من تحت هنروح طافين الفرن ومشغلين الشواية يدي معانا لون من على الوش. طبعا اول ما يطلع على طول من الفرن هنروح مغطيينه بفوطه عشان يرد ايه منه فيه كده من حرارة الفرن، عشان بيبقى الوش ما يبقاش ناشف معانا. ما شاء الله في منتهى الجمال، تحفة. بصراحة في منتهى الجمال. احلى واطعم قرص هتعمليها. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وطعمها فعلا تحفة. ما شاء الله الكيلو عمل معانا كمية كبيرة.
ومعانا القرص تسويتها مظبوطة من فوق ومن تحت بالشكل ده، في منتهى الجمال وطرية معانا، واسفنجية من جوه مش مكتومة، تحفة. احلى واطعم شوية قرص هتعمليها، هتاكلي منها جنب كوباية شاي بحليب ونسي الدنيا، في منتهى الجمال. احلى واطعم شوية قرص عملناهم مع بعض، جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.